أهلا بك يا فن وأهلا بك يا مدير في فيديو جديد مع عشاق وان اكس بت بالتحديد. إخواتي وحبايبي يا رب تكونوا بخير. جايب لكم طريقة سهلة وبسيطة ومضمونة في أفضل ألعاب وان اكس بت للمبالغ الكبيرة. وقبل ما أبدأ الفيديو عايز أنور دماغك لحاجة مهمة، وهي لو عملت حساب جديد وسجلت ببرومو كود إصدار قدامك على الشاشة هتستفاد بضعف الإيداع وكمان ضعف أي إيداع بالجمعة في عرض الجمعة السعيدة. وكمان بيعلي معاك نسبة الحظ عندك، وده لأننا أكتر من 31,000 لاعب مسجلين مع بعض بالبرومو كود ده. انا ذات نفسي مسجل بيه على الحساب اللي قدامك دلوقتي، وعشان كده كل طريقة او استراتيجية بشرحها لك ناجحة ومش بتجلب بنسبة 87%. والسر في البرومو كود، وده لان البرومو كود معتمد من وان اكس بت ذات نفسها. فياريت يا صاحبي تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان تشوف كل جديد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. طب يا اخواتي، الفيديو ده بنلعب ب 250 مبلغ بسيط جدا، هنلعب بيه في لعبة التفاح. خلينا نبدأ الأول. مبلغ رمزي جدا، أقل حاجة ألا وهي 10 جنيه. هلعب على أول 4 صفوف فقط لا غير. تمام، 4 صفوف عند ضرب 2.4. طيب خدت 24. خليني ألعب بالمكسب اللي أنا أخدته. حلو الكلام. 57. حلو الكلام. 137. طيب نركن 100 ونلعب بال37. حلو الكلام. أول تاني تالت رابع 430. طيب تعالى نلعب ب30 ونسيب 400 على جنب. أول مش ظابطة. طيب تعالى نلعب ب60. حلو الكلام. أول تاني تالت رابع. خلي بالك أنا بلعب على أول 4 صفوف ليه؟ اللي هو عند ضرب 2.4، لأن لحد ضرب 2.4 أو لحد الصف الرابع يبقى معاك تفاحة واحدة. تمام، هي اللي متاكلة. طيب لحد ضرب 4 أو لحد الصف الخامس إيه اللي بيتم؟ بيبقى معاك تفاحتين متاكلين. تمام، هنا بتبدأ المخاطرة تعلى، فأنا ببعد عن ده. أنا عايز المضمون اللي هو إيه؟ اللي هو لحد ضرب 2 اللي هي تفاحة واحدة بس متاكلة. خد بالك بقى السر هنا. تمام. طيب خليني ألعب 30. أول تاني تالت أدي رابع. حلو الكلام. خدنا 144. ايه ده، احنا هنبدأ ب60 ازاي؟ طيب أول أدي تاني وأدي تالت أدي رابع. حلو الكلام. 612. طيب هنا احنا لو قفلنا لل1000 يعني ضعفنا المبلغ 4 مرات. طيب هيبقى زي العسل. تمام، يعني ال1000 ده برضو هنبدأ نعمل منه فيديوهات تانية، أو نبدأ نعمل منه سلسلة فيديوهات. خلينا بس سريعا عشان ما نطولش. نلعب بدي 50. أول أدي تاني أدي تالت أدي مش ظابطة. طيب تعالى بالمية. أول تاني تالت رابع. حلو الكلام. فيها 241 من 100 يعني 703. طيب آخد معنا 703. خليني ألعب 53. حلو الكلام. أول أدي تاني تالت رابع رابع. تعالالي 777. حلو الكلام. طيب لو جينا خدنا 77. لا خلينا نلعب برضو 77. طب نلعب ب34. حلو الكلام. مش ظابطة. طيب 43. أول تاني أدي تالت وده رابع. 804. حلو الكلام. نلعب ب14. حلو. أوبا، خد بالك أنا طلعت للصف الخامس، بس مش مشكلة أنا ما خدتش بالي. حلو الكلام. طيب 46. لا نلعب بنصهم. طب تعالى نلعب ب16 عشان برضو إيه ما نجرحش المبلغ كله. ادي 20. مش ظابطة. طيب تعالى نلعب ب40. ادي اول تاني تالت مش ظابطة. طيب ادي 40 تاني. بلاش برضو نعلى بالريتم، يمكن متظبطش متعلمش. تمام. آه مش هفرح بالمكسب الكتير،
ولكن هفرح بالمكسب القليل المستمر. خد بالك، لو مكسب كتير وسريع بلاش منه، قليل بس مستمر ده اللي ادوس فيه واطمن له بمعنى اصح. طيب 899 يعني وصلنا لل900. طيب تعالى نلعب ب19. حلو الكلام. أول تاني تالت رابع 26. طيب تعالى نلعب بال26. حلو الكلام. ادي أول تاني تالت ادي رابع. ماشي. 63. لا أنا هقولك هلعب ب13. حلو. ماشي. تعالى نلعب ب25. ادي أول تاني ادي تالت ادي رابع. حلو الكلام. 85. طيب نلعب ب15. أول مش ظابطة. طيب نلعب 10 كده على هادي برضو مش ظابطة. طيب 20. لا نخليها 10 زي ما احنا. أول تاني تالت رابع. حلو الكلام. تعالى نلعب ب14. أول تاني تالت مش ظابطة. طيب نلعب ب20. حلو الكلام. أول تاني تالت رابع. 88. نلعب ب18 على الهادي وعلى الرايق خالص خالص خالص. طيب تعالى نلعب بال20. أول تاني تالت رابع. 999. 1000 إلا جنيه. شوف وصلت 250 جنيه ل999 جنيه، يعني 1000 إلا جنيه. طيب تعالى يا عم. أول تاني تالت رابع. 1013. 1013. طيب خلينا نوقف اللعبة لحد كده. أنا قادر أوصل ال1000 ده لأزيد. يعني أنا قادر زي ما وريتك كده طريقة بسيطة جدا جدا جدا. تمام. تقدر توصل أي مبلغ بيها. بلعب على أول 3 صفوف أو أول 4 صفوف. بلاش أول 3 صفوف يا عم. ليه؟ لأن هنا في الأول 3 صفوف وليكن مثلا تعالى نلعب بال13 29. حلو الكلام أهو. أول 3 صفوف أنت بتبقى عند ضرب 1.9 اللي هو يعني قبل ضرب 2. لأ أنا مش هديك مثلا ضعف. يعني مثلا أنا حاطط 13، لو وصلت لحد هنا كده. ماشي. لو وصلت لحد هنا كده انا يعني لو حطيت مثلا 10 جنيه ممكن اخدها 19. تمام. طيب هي برضو هنا واخد بال حضرتك، بس هاخدها الضعف مرة ونص. يعني ال10 جنيه اخدها كام؟ 25 بدل 19. وهي فرق دي من دي يعني بسيط جدا. انت فاهم فرق الصف ده من الصف ده، او هو الصف ده بسيط جدا. واخد بال حضرتك. طيب انا كده شرحت لك الاستراتيجيه او الطريقه او اكتب لي في التعليقات الفيديو عجبك ولا لا. اعمل سلسله ولا لا. بس كده اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.